السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال سنة 5 ابتدائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هناخد الدرس الثالث من المفهوم الاول اللي هو الاحتياجات النبات. ويلا بينا ما نضيعش وقت وندخل على طول في الدرس. الدرس الثالث نشاط بقى رقم كام؟ رقم 6، اجزاء النبات ووظائفها. هتقولي يا مس ما احنا اخدنا في الدرس الاول اجزاء النبات. هقولك ايوه، هو في الدرس الاول قالك كده نظرة سريعة عن اجزاء النبات، قالك نظرة سريعة عن عملية البناء الضوئي، اما بعد كده بيديك كل حاجة بالتفصيل. يعني احنا النهاردة هناخد اجزاء النبات بالوظائف بتاعتها بانواعها باشكالها وهكذا. يلا بينا ندخل بقى كده على الدرس. الدرس على فكرة سهل جدا، مفيهوش اي حاجة، بس نركز ونكتب الملاحظات اللي انا هقولها ونبقى احنا كده بعد ما نخلصه ان شاء الله نحل عليه ويبقى كده الدرس ده تمام. اول حاجة هاخدها هي اجزاء مين؟ النبات. اجزاء النبات زي ما باين في الصورة قدامي كده، ايه هي؟ 3 اجزاء: الورقة، الساق، والجذور. تقولي طب ما انا عارف الكلام ده، هقولك شاطر، يبقى انت كده ذاكرت. طيب الورقة والساق دول بيبانوا فوق سطح الارض، اما الجذور بتبقى مدفونة تحت سطح الارض. فين؟ في التربة. الورقة والساق بنقول عليهم مجموع خضري، اما الجذور من اسمها بنقول عليها ايه؟ مجموع جذري. طيب اجزاء النبات بقى، يتكون النبات من عدة اجزاء تساعد النبات على صنع الغذاء والقيام بالعمليات الحيوية. يعني الورقة والساق والجذور دول بيساعدوا النبات ان هو يصنع غذائه بنفسه، وان هو يعمل على القيام بالعمليات الحيوية. واحنا قلنا ان العمليات الحيوية ديت ايه؟ تنفس والبناء الضوئي، شرحناها في اول فيديو. طيب قالك بالرغم من اختلاف اشكال النباتات الا انها تتكون من عدة اجزاء. بمعنى يعني انا عندي مثلا في الصور اللي قدامك ده نبات، وتحت دوت الشجرة برضو نبات. الا انا شفته دلوقتي انه النباتين دول مختلفين في اشكالهم، ولكن بيتكونوا من نفس مين؟ الاجزاء اللي هم ايه؟ الورقة والساق والجذر. طيب ممكن يتشابهوا في الشكل والوظيفة، ممكن لا، قد تختلف من نبات مين لاخر. يبقى الشكل والوظيفة ممكن يتشابهوا في نباتات معينة وممكن يختلفوا من نبات لاخر. طيب ليه بقى؟ لتساعد النبات على البقاء وتكوين غذائه. يبقى احنا لسه قايلين اصلا انه اجزاء النبات دي بتساعد النبات انه يكون الغذاء بتاعه ويظل على قيد الحياة. تمام. اول جزء هناخدوه هو مين؟ الجذور. اول جزء من اجزاء النبات هو الجذور. هنبدأ بقى من النهاردة في الفيديو ده من تحت لفوق، مش من فوق لتحت، من تحت لفوق. يبقى هناخد اول حاجة الجذور. طيب الجذور دي الصورة اهي بتاعتها، بتبقى مدفونة في التربة تحت سطح الارض، يعني انا مش بشوفها غير لما بشد النبات اطلعه خالص. طيب احنا هناخد في كل جزء من اجزاء النبات الوظائف بتاعته. اول وظيفة للجذور هي انها تمتص الماء والمعادن الغذائية من التربة. طيب ليه بتمتص الماء والمعادن الغذائية من التربة؟ علشان تخلي النبات يصنع الغذاء بتاعه. احنا لسه قايلين اصلا انه ايه هي وظيفة اجزاء النبات كلها عامة، اذا كان ساق او اوراق او جذور. ليه بيعملوا كل الحاجات دي؟ علشان يخلوا النبات يصنع الغذاء بنفسه، لانه كائن منتج. طيب الوظيفة التانية للجذور هي انها بتثبت النبات في التربة. بتثبت النبات في التربة. اللي ما سمعش الفيديو الاولاني هقول تاني اهو. يعني مثلا لو انا عندي النبات مدفون في التربة، هل مثلا لو جت رياح هتطلع النبات خالص؟ هتطيره؟ لا، الجذور هتكون ماسكة في التربة كويس، مثبتة النبات في التربة، علشان لو جت رياح تخلي النبات في التربة متحكم وثابت. حتى انت لما تيجي مثلا تشد نبات من التربة لازم تشده جامد. ليه؟ علشان مش هيطلع معاك بسهولة. الجذور مثبتة النبات في التربة. تالت حاجة، الجذور بتمتلك زوائد تشبه الشعر، تسمى الشعيرات الجذرية. فرع من الجذر، تمام، كل فرع من الجذر بيكون عليه شعيرات جذرية. الشعيرات الجذرية دي زوائد. عارف انت بالظبط عامل زي ايه؟ عامل زي راس الانسان، الشعر. فهتلاقي ايه؟ هتلاقي انه الشعر طالع من مين؟ من راسك. فانت بتقول على الشعر ده انه زوائد، صح؟ طيب
لما تيجي مثلا تسرح شعرك، مثلا ممكن تحط زيت، هتلاقي انه الشعر بتاعك بيتشرب مين؟ الزيت. اهي نفس النظام الشعيرات الجذرية، بتتشرب الماء والعناصر الغذائية من التربة. الشعيرات الجذرية اهي اللي هي طالعة اهي من افرع الجذر ده، كده كله على بعضه جذر. الشعر اللي طالع في الجنب من كل فرع فيه ده، دي اسمها الشعيرات الجذرية. هي زوائد تشبه الشعر في جذور النبات، تزيد من كمية الماء والمعادن اللي بيمتصها النبات. يبقى هي بتساعد الجذر انه يمتص الماء والمعادن اكثر بكمية كبيرة. ليه؟ علشان النبات يقدر انه يصنع الغذاء بتاعه بنفسه. حفظناها خلاص. تاني جزء بقى من اجزاء النبات هو الساق. الساق زي ما موجود في الصور كده حجمه بيختلف، يعني حجمه بيختلف من نبات لاخر. ممكن تلاقي نبات ساقه كبير جدا، وممكن تلاقي نبات تاني ساقه صغير، ممكن تلاقي ساق نبات طويل، وممكن تلاقي ساق نبات قصير، وهكذا. طيب الساق دوت عامل زي ايه؟ افرع مستقيمة بتصل الاوراق او اجزاء النبات الاخرى اللي هي بره في الخارج فوق سطح التربة بمين؟ بالجذور. يعني مثلا لو عندي نقطة A ونقطة B، هعمل خط يوصل ما بينهم، الخط ده هو الساق. يبقى الساق هنا وظيفتها ايه بقى؟ بتنقل الماء والعناصر الغذائية إلى جميع أجزاء النبات عبر أنابيب تسمى الأوعية. ودي جديدة، احنا أخدنا قبل كده إنه الساق وظيفتها إن هي بتنقل الماء والعناصر الغذائية إلى جميع أجزاء النبات. طب هي هتجيب الماء والعناصر الغذائية ده منين؟ من الجذور، عبر بقى أنابيب تسمى الأوعية. تعالوا ناخد بقى ونعرف إيه هي الأوعية دي. بس قبل ما ناخد الأوعية في حاجة مهمة. الساق بيطلق عليها هي الجزء الداعم للنبات. ليه؟ لانها بتبقى في انواع كتير، واشهر انواعها ان في ساق خشبيه اللي هي بتبقى في الاشجار، بتبقى جامده جدا، مش من السهل ان هي تتكسر، فهي بتبقى جزء داعم للنبات، بتدعم النبات، تحافظ عليه. اشكال الساق ايه بقى؟ اول شكل عندي هو الساق الخشبيه، لسه قايلين. الساق الخشبيه دي موجوده فين؟ موجودة في الأشجار وفي الشجيرات. يبقى موجودة في الأشجار والشجيرات. الأشجار اللي هي على إيدك اليمين، الشجيرات اللي هي الصغيرة خالص دي اللي هي في القصيص ديت على إيدك الشمال. طيب طبعا الساق الخشبية دي بتكون إيه؟ بتكون صلبة. بتكون صلبة لأنك أنت لو مثلا رحت سندت على أي شجرة هتلاقي إنه الساق بتاعت الشجرة ديت من الخشب، وهتلاقيها صلبة جدا، عاملة زي المكتب، عاملة زي السرير، وهكذا. طيب الاشجار والشجيرات ايه الفرق ما بينهم؟ هتقولي هو في اصلا حاجه اسمها شجيرات؟ احنا عارفين طول عمرنا ان هي شجره، صح؟ اقولك لا، الشجره او الاشجار هي حاجه كبيره، يعني هي تعتبر كده الام بمعنى اصح. اما الشجيرات ديت هي شجره برضو، بس لسه صغيره، حجمها صغير، او لا اوراقها اصغر، ساقها اصغر. يبقى الشجيره بتبقى صغيرة في الحجم من مين؟ من الأشجار. أما الأشجار بتكون أكبر في الحجم من الشجيرة. تاني نوع بقى من الساق، الساق الرأسية والمستقيمة. الساق الرأسية المستقيمة ديت هقولك يعني زي بالظبط كده سيقان معظم الأزهار، بتنمو رأسيا لأعلى. بتنمو رأسيا فين؟ لأعلى. أي بص كده الأزهار الساق بتاعتها اللي هي الخضراء ديت، شايفها عاملة ازاي؟ رأسية، تمام. بتنمو لفين؟ هل بتنمو لأسفل؟ لا، بتنمو لأعلى. هل هي مثلا متعرجة يعني فيها تعرجات؟ لا، هي مستقيمة، هتلاقيها خط مستقيم كده. يبقى دي تاني نوع اللي هي الساق الرأسية المستقيمة زي اللي موجودة في مين؟ في الأزهار. نوع من السيقان هي السيقان المتسلقة. السيقان المتسلقة ديت زي ما باين عندي كده في الصورة، ده اللي قدامي ده نبات العنب. طيب نبات العنب ده تعتبر الساق بتاعته من السيقان المتسلقة. طيب ايه هي السيقان المتسلقة؟ هي السيقان التي تتسلق الحوائط او اي نباتات اخرى. يبقى السيقان التي تتسلق الحوائط او اي نباتات اخرى زي ساق نبات العنب. طيب هي ليه اصلا السيقان بتاعت نبات العنب بتتسلق نبات اخر؟ علشان تصل الى ضوء الشمس. الساق بتاعته بتتسلق على الحوائط او النباتات الاخرى، يعني
بالظبط، اللي طالع اللي انا بشاور عليه بالسهم ده ساق نبات العنب، واللي بشاور عليه بالسهم التاني ده ساق او نبات اخر. تمام. ساق العنب لفت عليه ليه؟ علشان تثبت نفسها. تمام، عشان كده بنسميها السقان متسلقة. تمام، بتتسلق على الحوائط او على نباتات اخرى وتلتف حواليها، زي مين؟ زي ساق نبات العنب. رابع نوع بقى من السقان اسمها الضرنات. الضرنات ديت هي سيقان برضو تمتد تحت الارض، زي مين؟ زي البطاطس. لو انت مثلا رحت في اي مكان او اي مزرعة تمام بتاعت بطاطس، هل هتلاقي البطاطس فوق التربة؟ لا، هتلاقي البطاطس تحت التربة. هتلاقي انه في كده ورق ليها فوق التربة، هتشد الورق دي هتطلع معاك زي الجزر كده، والبطاطس كل الحاجات دي بتبقى مدفونة تحت ايه؟ تحت الارض. فالبطاطس بتسمى او سقانها تسمى الضرنات. بص كده معايا، دي البطاطس اهي، ماشي، مالكش دعوه بالحاجات اللي هي الكلمات المكتوبه عليها دي، خلينا في اللي انا بشاور لك عليه دلوقتي. انا مشاوره لك فوق على ايه؟ على ساق، صح؟ دي ساق خضريه يعني ايه؟ لونها اخضر. طيب هل دي الضرنه؟ لا، السقان الخضريه ديت بتبقى فوق التربه، اما اللي انا بتكلم عليها تحت التربه اللي هي الضرنه اهي. البطاطس نفسها هي سيقان مدفونه تحت التربه. هتقولي يعني البطاطس دي عباره عن ساق؟ اقولك ساق، بس بنسميها ضرنه لانها ساق تحت الارض، مش ساق مستقيمه رأسيه زي الموجوده في الازهار، ولا خشبيه اللي هي الموجوده في الاشجار. لا، دي ساق ايه؟ ضرنيه موجوده تحت الارض. النوع الخامس او الشكل الخامس من السيقان هي الساق الممدوده. احنا كده خدنا مين؟ 5 اشكال هم. الساق الممدوده، ايه الساق الممدوده ديت؟ قال لي الساق الممدوده ديت تمتد على سطح الارض لتساعد على تكوين نباتات جديده زي نبات الفراوله. انت مش ملاحظ حاجه لغايه دلوقتي؟ هتقولي انا ملاحظ حاجه. ملاحظ انه كل شكل او كل نوع من الساق يعني بيعمل الوظيفة المسمى بيها. يعني مثلا السقان المتسلقة هتقولي انها بتتسلق نبات اخر او بتتسلق الحوائط بس. الساق الممدودة هتقولي ان هي بتمتد على سطح الارض، صح؟ يبقى هي من اسمها، وظيفتها من اسمها. طبعا المفروض ان احنا نحفظ الامثلة يا جماعة. يعني الساق الممدودة هنا المثال عليها هو نبات الفراولة. النبتة الام ديت الساق بتاعتها هتمتد على سطح الارض، فوق سطح الارض يا جماعة، مش تحت، فوق، احنا شايفينها. غير الضرنات كانت تحت سطح الارض، اما ديت هنا بتمتد فوق سطح الارض. تمام، الساق هنا بتمتد فوق سطح الارض علشان تكون لي نبتة جديدة او نبات جديد.